السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طبعا وحشتوني من اخر فيديو نزلته معاكم. النهارده بقى انا قلت اوريكم كده يوم جديد وفيديو جديد معايا النهارده. عايزاكم تحطوا لي لايكات كتير جدا على الفيديو النهارده، تقولي بتتابعيني منين، وجودك كالعاده في الراسي من فوق، ولايك وشير وكومنت حلو، وشير القناه على قد ما تقدري. طبعا عذرا على صوتي، انا عندي نزلة برد. اول حاجه بقى، انا كنت بصراحه في مشوار كده يوم اجازتي. آه فرحت المشوار وخلصت وبعدين روحت، ففطرت انا وماما. كنا قلت لماما نفسي في سندوتشات، فطرنا سندوتشات. وبعدين بقى ايه، نمت بصراحه وصحيت كده على المغرب. ماما قالت لي ايه، انا هطلعها بانيه، امي اعملي بانيه. حطيت بقى ايه، معلقتين دقيق وبهارات كمون وفلفل اسود وكزبره وبصل بودر وتوم بودر، وحطيت شويه ميه، وهفضل بقى اضرب كده في الدقيق ده لغايه ما يبقى يعني خليط، ولا خفيف ولا تقيل. حطيت شويه ميه تاني ان كنت عايزه ميه. طبعا احنا بقى كتير جدا مصورناش في المطبخ، بس طبعا انتوا عارفين ان انا عندي عذر وكده، فايه ما كنتش بصور وكده. كنت بقى هنا بقى ماما كانت مطلعه بانيه، وغسلته وظبطته وعملت فيه كل حاجه. وابدا بقى احط بقى البانيه في الخلطه دي. يا جماعه دي خلطه، بدل ما نعمل، طبعا انتوا عارفين الشتا والبرد، بدل ما نعمل البانيه ببيض، باخد الخلطه دي، ومن الخلطه دي بحطها في الفيجيتار. بالنسبه بيبقى طعمه جميل، تحس ان هو طري كده، طري عشان فيه مثلا دقيق وفيه لبن. كمان لو عملتي بلبن يبقى حلو، بس انا بصراحه ما عملتش بلبن، فيبقى احسن ما نعمله ببيض ويجيلنا برد. انا من ساعه ما اكلت الفسيخ والرنجه، كنت في يوم باكل فسيخ ورنجه وانا من ساعتها وانا صدري اتدمر. ده انا كده بقيت كويسه، انا كنت امبارح تعبانه قوي. هنا بقى جبت حله، حطيت فيها معلقتين 3 زيت كده عشان نعمل صلصه مكرونه. وحطيت معلقه توم. احنا بصراحه يا جماعه مش بنحب صلصه المكرونه بالبصل، احنا بنحبها بالثوم، بتبقى خفيفه، والبصل بتبقى تقيله قوي يا جماعه، وعندنا مفيش حد بيحبها اصلا. هنشوح كده الثوم لغاية ما ياخد كده اللون ذهبي. وبعدين كنت بقى انا طحنة شفشق طماطم، وطبعا مصفياه، انا لازم بحب اصفي الطماطم، ما عدا بس المحشي هو مش بصفي الطماطم بتاعته. وبس كده. انا بصراحه الاكل ما خدش من وقتي، بس انا فعلا كنت تعبانه قوي، وزيت حتى يوم اجازتي نزلت، فكنت حاسه ان انا يعني مهلكه، اسمها ايه، مهلكه. كنت حاسه ان جسمي مهلك جدا. الحمد لله يعني. بس انا ما كنتش فعلا عايزه انزل، بس المشوار ده كنت لازم اروحه. فطبعا ما قدرتش ان انا ما اقدرش ما اروحوش، خليني ايه، اخلص كده كده هروح برضه، فقلت اروح يوم اجازتي وخلاص. حطينا بقى كده الطماطم، هنحط بقى مكعب مرقة سكر ونغطي عليها، سيبها لحد ما تتسبك. بس كده. هنا نشوف بقى نعمل ايه تاني. هنا بقى كنت حطيت مية في حلة عشان ايه، اسلق مكرونة والصلصة وكده، مفيش الا بس اعمل البانيه. الصلصة بدأت تتسبك، هوطي بقى عليها. انا مش بحبها يا جماعة ناشفة، اول بحب فيها كده يكون فيها شوية مية، عشان خاطر انا مش بحب المكرونة ناشفة، بحب المكرونة كده بيكون فيها صوص. وانا بقى كانت مية المكرونة غليت، احط بقى حوالي معلقتين ملح او 3، وهسلق بقى كده نص كيلو مكرونة. احنا مش يعني هي النص كيلو اللي هي اكياس دي، مش عارفة، هي تقريبا 450 جرام، مش نص يعني. اهي مكرونة سباكيتي. طبعا اسمها اتنين عشان ايه، نعرف ناكلها، عشان ماما مش، انا بحبها بطولها، بس ماما مش بتحبها بطولها، ف مقسمها نصين. وكمان كانت اختي وعيالها عندنا يعني برضو مش هيعرفوا ياكلوها، فعشان كده رحت قسمها نصين كده. هديها بقى تقريبا كده عشان متعجنش. هي النوع ده حلو على فكرة يعني، اللي هي آه كيسها احمر، مش عايزة اقول يعني اسم المنتج. انا بصراحة بحب النوع ده قوي، وبحسه ان هو حلو، وهو غالي شوية بس حلو.
ومش بيعجن وبتاخد يعني بتستوي في المعقول، مش ممكن لو سبتها تتهري لأ. هنا بقى انا بحب احط بهارات في الاخر عشان بحس ان هي بتبقى التست بتاعها لسه موجود، لو حطيتها في اول الصلصه بحس طعمها بيروح. حطيت كزبره وكمون وفلفل اسود وشويه ملح بس كده. هي كده كده اصلا الصلصه حمرا فمش هنحتاج ايه بابريكا. بص انا كده هطفي عليها، انا بحب بس احط البهارات واديها تقليبه واطفي عليها، بتبقى تحس ان طعم الصلصه منكهه كده طعمها حلو. هنا بقى لقيت عندنا بتنجانية في التلاجة، رحت ايه اختي بتحب البتنجان المقلي فرحت ايه مقطعاها كده بسرعه وحطيت في الطاسه وقليت بقى البتنجان. انا بصراحه بقى الهولا وهي يعني هتحدقه عشان انا كنت بعمل حاجات تانية ومش عارفه ايه. وصبنت برضو كل المواعين وظبطت الدنيا لماما عشان طبعا هي طول الاسبوع طبعا تعبانه، هي اللي بتعمل كل حاجه هنا، انا مش طبعا مش بعمل بصراحه. هنا بقى بدأ اهو يتحمر، اطلعه بقى واديها هي بقى تحمره تتبله. فبحاول ان يوم اجازتي بس يعني اقدر يعني اعمل لها اي حاجه كده عشان متتعبش يعني كفايه بقية الاسبوع. اطلع بقى واحط فيه حاطه تاني احطها وبس كده. خلاص بقى كده نحط البتنجان ونشوف بقى كده هحمر البانيه. قطع بقى البانيه كده، بقى كده هتبله. انا طبعا زي ما قلت لكم هاخد من الخليط اللي احنا كنا عاملينه في اول فيديو ده والفيجيتار على طول. انا مش بطلت احط البيض عشان برضو البيض برضو هو اللي جاب لماما برد عشان كده ماما قالت لي لا ما تعمليش تاني البيض، نعمله كده بالخليط ده. بيبقى صراحة يا جماعة انا حسيت ان هو كان طعمه حلو وتحس ان فيه عصارات كده وطعمه بصراحة كان عاجبني قوي. برضو كتب البانيه بقى افضل بقى اشوف اعمل الكمية اللي احنا عايزينها وبعدين بقى اقف اقلي بس كده. طبعا يعني هو اليوم انا اصلا قضيت اليوم كله نوم بس انا ايه قلت بس احاول ان اقوم ايه اعمل معاهم اي حاجه. اهو نحمر بقى كده. انا كده كنت خلاص اصلا مستنيه البانيه يتحمر واقلب المكرونه عشان ناكل. بصوا بقى انا بحبه يا جماعه ما يكونش، انا بحب اللون ده ما بحبش احرقه، بحب اللون ده عشان بحس كده ان هو لسه طعمه حلو كده. لكن المحروق ده ما بحبوش ابدا، بحبه كده لونه كده جولد اصفر بس شكله تحفه. بس كده طلع بقى البانيه واقلب المكرونه وهظبط كل حاجه وبس كده. اليوم بتاعنا خلص والفيديو خلص. طبعا نفسي اعمل لكم فيديوهات كتير بس والله العظيم غصب عني وانتوا عارفين بقى. بس كده اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، مع السلامه.